تخيل وانت واقف في المقابر بالليل، تسمع صوت جاي من جوه قبر بيقول: الحقني انا لسه صاحي. حازم افتكر انه واحد مدفون حي، لكن لما القبر اتفتح اكتشف ان الصوت كان صوته هو. في مقابر قديمة على طرف القرية كان في قبر محدش بيقرب منه، لا بالنهار ولا بالليل، لأن كل يوم الساعة 3 الفجر بالظبط كان بيطلع منه صوت. في الأول كان مجرد خبط خفيف، خبط بطيء، كأن حد بيخبط من تحت التراب. الناس افتكروه وهم أو صوت هوا، لكن بعد كام ليلة الصوت بقى أوضح، وبعد الخبط كان في صراخ، صوت رجل طالع من جوه القبر: طلعوني! أهل القرية اترعبوا، وبقى محدش يعدي جنب المقابر بالليل. حتى غفير المقابر نفسه ساب الشغل وهرب، وقبل ما يمشي قال جملة خلت الناس تخاف أكتر: في حاجة صاحية تحت القبر ده. لحد ما في شاب اسمه حازم قرر يشوف الحقيقة بنفسه. حازم ما كانش بيصدق في الحاجات دي، كان دايما يقول الناس بتحب تخاف وخلاص. وفي ليلة أخد كاميرا وراح على المقابر الساعة 3 الفجر. المكان كان ساكت بشكل مرعب، لا هوا لا كلاب، حتى الحشرات كانت ساكتة. وفجأة سمع الخبط، دقة 2 3، وكل مرة الصوت كان بيقرب. حازم بلع ريقه وقرب من القبر ببطء، وقبل ما يوصل سمع صوت راجل طالع من تحت التراب: الحقني أنا صاحي. حازم جسمه كله سقع، رجليه ثبتوا في الأرض، وفجأة الخبط وقف. سكوت كامل، 1 2 3، وبعديها التراب بدأ يتحرك. القبر كان بيتفتح شوية شوية، وإيد سودة طلعت من جوه، إيد مليانة طين ودم. حازم رجع لورا برعب، وقع على الأرض، لكن في اللحظة دي الكاميرا وقعت منه، ولما بص على الشاشة شاف حاجة خلته يصرخ بكل قوته. القبر كان مفتوح، وجوه كان في جثة لابسة نفس هدومه، نفس وشه، نفسه هو. حازم بص بصدمة، وفجأة الجثة فتحت عينيها وابتسمت.